أسهل طريقة تخليك تطلق بسرعة. لو اتكلمنا عن خصوصية العلاقات الزوجية، إمتى تبقى أمان وإمتى تبقى سم، الموضوع كبير شوية مع إنه بسيط، بس الناس مكبراه. لو فاكر إن الخصوصية بين الاتنين هي إن كل واحد يسلم الباسورد للتاني، بحب أقولك أنت بتتكلم عن أمن الدولة، ده مش جواز. ولو فاكرة إن عدم مشاركة أي حاجة هو إنك بتحافظي على مساحتك، بحب أقولك إن دي عزلة مش علاقة. الحقيقة في فرق كبير بين الخصوصية والسرية، وهنا الخط اللي بيبوظ وبيدمر العلاقات. واللي ما يعرفش الفرق علاقته بتتحول لقنبلة موقوتة، يعني في أي وقت هتنفجر. ركزوا معايا، الناس كلها بتحب كلمة خصوصية جدا، بس بنستخدمها زي بهارات الكبسة كده، بس ولا واحد فاهمها صح، ولا حد فاهم فين الخط اللي بيفصل ما بين اللي من حقي واللي بيدمر البيت بالكامل. في رجالة فاكرة ان الخصوصية محدش يمسك موبايلي، وحتى لو وقع مني يقع وانا ميت فوقيه. وفي ستات فاكرة ان الخصوصية انا مش هقول كل حاجة، اصل مش كل حاجة من حقه تتقال. بس الحقيقة الخصوصية بين الاتنين مش هيدن فايلز، مش بيبان مقفولة، ولا هي تسليم موبايلات اخر الليل، ولا تفتيش في شنط. الخصوصية مساحة آمنة، بس السرية هي المساحة المشبوهة. الفرق بينهم هو اللي بيبني علاقة وبيهدها. تخيل معايا كده ست وراجل قاعدين في أول أسبوع جواز مع بعض، هي شايفة إنه طبيعي تسأله الباسورد إيه يا حبيبي ما تقولي، وهو شايف إن السؤال ده فتحنا تحقيق، دي جلسة استجواب، ده مش نقاش. هنا لو الاتنين مش فاهمين مفهوم الخصوصية هيقعوا في مشكلة من أول يوم. ليه؟ لأن في علم النفس العلاقات الزوجية فيها 3 دوائر، دايرة الأنا ودايرة أنت ودايرة إحنا. لو أنا اتحذفت بيحصل اختناق، لو إحنا اختفت يحصل بعد، ولو أنت اتلغيت يحصل غضب يعني خناق. العلاقة الحقيقية هي التوازن الثلاثي، يعني التوازن ما بين ال3 دوائر اللي احنا قلناهم. هو يعني ايه خصوصية اصلا؟ الخصوصية ان كل طرف ليه مساحة داخلية نفسية فكرية، مش لازم الطرف التاني يدخل فيها طول الوقت، زي مثلا وقتك لوحدك، ذكرياتك القديمة، شوية افكار في دماغك، اليوميات اللي مش لازم كلها تتحكي. لكن السرية انك تعمل حاجة وتخاف تتعرف، او تخبي حاجة ليها تأثير على العلاقة. فالخصوصية مساحة، السرية حاجز. الخصوصية أمان، السرية هي اللي خطر. طيب ما تيجوا نشوف مشاهد كده بتحصل كل يوم. هي انت ليه قافل موبايلك؟ علشان البطارية، مش اكتر يعني. طب افتحها ليه؟ عايز اطمن. على ايه؟ مش عارفة بس اطمن. المشكلة هنا مش الموبايل، المشكلة هنا القلق اللي جواها. طب مشهد تاني برضو بيتكرر، هو انت ليه مخبية فلوس عند مامتك؟ مش مخبية، دي فلوس عشان الظروف. طب ما تقولي، ما هو مش كل حاجة لازم تتعرف. المشكلة هنا مش الفلوس، المشكلة هنا عدم الإحساس بالأمان. المشهد اللي جاي ده موجود منه كتير، هو يحكي كل حاجة وهي بتحكي المهم بس، أو هي تحكي كل حاجة وهو مش عايز يحكي غير الحاجات المهمة. هنا بيحصل امبالانس، في عدم اتزان. ليه؟ اللي بيشارك أكتر بيحس إنه مكشوف زيادة، واللي بيشارك أقل بيحس إنه مسيطر. الصح المشاركة لازم تبقى محسوبة، مش مفتوحة زيادة ومش مقفولة زيادة. طيب ما تيجوا نروح للمقولة اللي بتقول العلم بيقول إيه؟ دراسات العلاقات الزوجية الحديثة بتقول إن 80% من المشاكل من الميس أندرستاندينج، مش من الخيانة. يعني ما كانش فيه غلط، بس كان فيه تفسير غلط. الراجل بيفهم الخصوصية احترام، بس الست بتفهم الخصوصية بعد. الراجل بيفهم مشاركة التفاصيل ضعف، بس الست بتفهم مشاركة التفاصيل حب. وهنا بيجي التويست، وده أكبر تويست. الزوج والزوجة شايفين نفس الفعل بس بمعنيين مختلفين، وعشان كده لازم الاتنين يفهموا إن الخصوصية الصحية حاجة والتكتم المرضي حاجة تانية. طب ما تيجوا نشوف أنواع الخصوصية كده. في خصوصية صحية وخصوصية مرضية. الصحية وقتك لوحدك، شغلك، علاقتك بصحابك، الهوايات، بعض المشاعر اللي مش
جاهز لا انت تقوليها ولا هو يقولها. الذكريات القديمة دي كلها حاجات خصوصية، بس دي صحية. طب الخصوصية المرضية، الشات اللي بنخبيه، مكالمات بتتعمل بره البيت، الخروج من غير ما نقول، أسرار مالية، كل واحد مخبي فلوسه على جنب محدش عايز يقول، علاقات تانية، معلومات ليها تأثير مباشر على الحياة الزوجية. فالنوع الأول مساحة، النوع التاني هي القنبلة الموقوتة. ما تيجوا نشوف أخطاء الرجالة أغلبهم شايف إن عدم الكلام هي مشاعر ثابتة، يعني لو هو ساكت يبقى بيحب، لو مش بيحكي يبقى الأمور تمام. لكن الست دماغها ويرد شوية. ليه بقى؟ الست بتعبر بالكلام وتطمن بالكلام وتحب بالكلام، فلو الراجل مش بيشارك هي بتفسر ده انت بتفتحليش قلبك، وهنا بيبدأ البعد. طيب ما تيجوا نشوف خطأ الستات بتشوف ان المشاركة الكاملة حب كامل، فتسأل بتكلم مين؟ ليه فتحت واتساب ورجعته؟ ليه ما حطيتش صورة سيلفي معايا؟ كنت فين من 7 دقايق؟ مين بعتلك؟ ليه مش عايز تحكي؟ وهنا الراجل بيبتدي يحس انه متراقب، والمراقبة دي بتولد سرية، بتخلي الحاجة مش مظبوطة، دايما بيحس انه في حاجة غلط. النتيجة ان الجواز يتحول من علاقة لمركز متابعة، تحس ان انت قاعد قدامك شاشات وكله بيراقب التاني، وهنا بتيجي المشكلة. طب الجرح اللي بيكسر العلاقات ايه؟ اكبر ضرر بين الاتنين مش الخيانة اللي قبلها، لان الخيانة ده فعل، لكن فقدان الثقة هي حالة نفسية. فالبيت اللي بيتبني فيه الحيطان من الشك ده مش بيت، ده سجن، واللي يعيش في سجن يحب يهرب. طيب ما تيجوا نشوف الحدود الذهبية كده، الخصوصية الصحية، الحاجات الحلوة عشان العلاقة تبقى صح. في 7 قواعد أساسيين. الموبايل مش ملكية عامة، بس ما يبقاش منطقة عسكرية، كل طرف ليه وقت لوحده من غير دراما. أي شيء ليه تأثير على العلاقة بطريقة مباشرة لازم يتعرف. الفلوس لازم تبقى واضحة بس مش فوضى. الاختلاف مش معركة، دي مساحة. الثقة تتبني بالكلام مش بالبحث والمراقبة. السرية خوف بس الخصوصية أمان. أقدر في الآخر أقول لك يعني إن التويست ببساطة إن الخصوصية مش إنك تخبي ولا إنك تفتح كل حاجة. الخصوصية الحقيقية هي المساحة اللي العلاقة بتتنفس فيها. السرية بتخنق بس المشاركة المبالغ فيها برضو بتخنق، والخصوصية الصحية بتعالج. العلاقة الصح هي إن الاتنين يبقوا واحد من غير ما كل واحد يفقد نفسه، وهو ده أجمل نوع من أنواع الحب.